بس الطيارة فيها خرام يا معلم. يا راجل ده انا لسه جايبها من عند اجدع سمكري فيك يا بلد. وطلعوا بالطيارة والمعلم ده قال له هتنزل بدري شوية يا معلم. ليه؟ أصل الطيارة كده شكل الكربيراتير بتاعها بايظ والبنزين شكله بيخر. جهز نفسك ويلا نط. يلا نط. هنط اهو ياك تحزن على امك. ونزل المعلم. يا رب الطيارة تقع بيك يا ابن العبيط. وفي يا جدعان محدش هيعمل لايك ولا ايه؟ هو الهروب بالسجن سهل يالا؟ يا عبيط ده اسهل ما يكون، قول لي انت بس مالكش دعوه. والله صاحبنا كان عاوز يهرب من السجن، لقى بطل حكايتنا اي كي في وشه، لسعه كف. مش عارف انا بقى كل الورق اللي نازل ده جه منين. المهم المعلم ده قال لرجالته خلصوا عليه، ولكن على مين؟ ده اي كي زعيم عصابات خطير جدا معروف في كل البلاد. يلا نشوف شوية العجن دول ونكمل الحكاية. القبضتين المدمرتين. خدني فوق بسرعه يا سمير يلا عشان اضربه. العصايه الخارقه. بتحب الاكشن؟ خش عندنا هتشوف الملخصات بشكل تاني. ها هتهرب تاني من السجن يا ابراهيم؟ حياة امك لنفخك زي ما نفخني. والله قلت له ما اهربش يا عمو، بس انا ما سمعتش كلامي. بعد مدرسه بنت العمده يابا يابا بنت العمده. وكل الفترة اللي فاتت دي كان بيكلم ابنه على انه راجل اعمال مسافر بعيد جدا ومش عارف يرجع عشان خاطر شغله. انا عاوز اعمل زي مين يا عرة؟ انت نسيت الكفله اللي سحولك على قفاك ولا ايه؟ ده لسه معلم على قفاك وعمل دمل كمان. بس هات توادي اطلع بره دي العب امك. وفي الكوف والمساعد بتاعه ازاي هربوا منكم يا عم؟ ده شكله بيلعب مصارعة، لو شفته هتعملها على نفسك. مين ياض اللي يعملها على نفسي ياض؟ موته يا سمير. وراح فيها المعفن. تعالى بسرعة كله يوقف ضرب، حان وقت الرجوع. To take. I know. I know. تشرب شاي؟ زيادة سكر. سكر مين يا ابني؟ اشربه في الجحيم بقى. قتلته ليه يا عم؟ عم بيقول لي زيادة سكر يا عم. احلى متابعين قناة فيلم في ثانية، لعشاق افلام نهاية العالم اجمع بسرعة، الفيلم جديد وجامد كله اثارة وتشويق، لايك واشتراك ويلا نعيش الفيلم. رجع على اسبانيا وتاري ابنه كان مقبوض عليه في قضية مخدرات. بعد الاستماع لأقوال الشهود والست استئتة حكمت الملحمة ما يأتي غرامة 35 جنيه وحبس 3 أيام على زنة التحليل. احلى متابعين قناه فيلم في ثانيه، العشاق الافلام الهندي اجمع بسرعه، الفيلم جامد وسمين والاكشن بتاعه فيتامين، لايك واشتراك ويلا نعيش الفيلم. وفي يا جدعان محدش هيعمل لايك ولا ايه؟ فيلم جود باد اجلي، وبيحكي الفيلم عن ايكي زعيم عصابات خطير جدا ومخضرم، كل الناس بتخاف منه وبترعبه لما يسمعوا